العدالة والمساواة هي الحل يا مصريين، هي الأفراح يا بلدنا وارتاحنا يا بلدنا، ويطير هيهن علينا علشان بكرة وأولادنا. صحيح احنا خطتنا بسيطة جدا، احنا خطتنا ازاي نعمل زخم سياسي بحيث الناس تشارك سياسيا عشان يطلع برلمان قوي، يكون برلمان مؤسس لجمهورية ثالثة، نقدر نفعل الدستور، نقدر نحوله إلى تشريعات وإلى أسلوب حياة. فإذا كان الدستور بيتكلم عن الحريات احنا عايزين نطلع قوانين دعم الحريات، إذا كان الدستور بيتكلم عن الديمقراطية احنا عايزين نعمل قوانين دعم الديمقراطية إلى أن تتحول المحافظين بالانتخابات، إذا كان الدستور بيتكلم على اللامركزية احنا عايزين نقوي هذا الاتجاه، إذا كان الدستور بيتكلم على العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية عايزين نختار النظام الاقتصادي السوق اللي يمكننا من تطبيق واخراج هذه العداله الاجتماعيه. هو النهارده اجتماع القوى الوطنيه كلها موجود معانا النهارده، احزاب التحالف المصري والتحالف الوفد المصري موجود معانا دلوقتي، مهندس اكمل قطام رئيس حزب المحافظين، دكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد، موجود عدد كبير من نجوم المجتمع، موجود معانا مصطفى بكري، موجود معانا الكابتن محمود معروف، موجود معانا ابراهيم عيسى، موجود معانا ابو سينا كامل، موجود معانا كل رموز المجتمع المصري، عدد كبير من الفنانين، موجود معانا امناء شباب الاحزاب، موجود معانا شادي العدل من المؤتمر. ايه اهم حاجه عايزين توصلوا لها؟ الفكره كلها ان احنا النهارده جايين بنتجمع في لقاء ودي اكثر منه لقاء رسمي عشان نشوف البلد رايحه فين. اول حاجه ادينا منتهزين فرصه رمضان ومتجمعين مع بعض وكل سنه وانتم طيبين. النهارده احنا عاملين كحزب المحافظين هذا اللقاء لقاء محبه، وكل سنه وانتم طيبين، لقاء سحور، عشان نفسنا لنا وجهه نظر عايزين نوصلها لكل الاحزاب وكل مصر، ان يا ريت يبقى في اتحاد، مش تحالف قوى سياسيه لانتخابات وصراعات على مراكز وعلى كراسي، نفسنا يبقى الصراع على خدمه الشعب المصري. النهارده تشاور بين كل القوى السياسيه سواء احزاب او تكتلات او تحالفات حتى نندرج كلنا تحت تيار واحد، نستطيع ان نخوض الانتخابات القادمه وكلنا هدف واحد ورؤيه واحده.